موجز الأنباء على النمسا ميديا، أهلا بكم. صدمت الأوساط التعليمية في فيينا بنتيجة كشفت أن نصف تلاميذ الصف الأول الابتدائي لا يتقنون اللغة الألمانية، ما دفع حزب الشعب للمطالبة بإجراءات لغوية إلزامية مبكرة. وفي الشأن السياسي، طالب المفوض الأوروبي ماغنوس برونا ألمانيا بإنهاء الرقابة الحدودية فورا لحماية منطقة شنغن. اقتصاديا، أفرغت إنفلونزا الطيور رفوف المتاجر النمساوية من البيض وسط توقعات باستمرار الأزمة حتى الفصح. قضائيا، أدانت محكمة فيينا مراهقين في قضية حرب العصابات في مايدلينغ مع كشف صلات لبعضهم بمخطط هجوم تايلور سويفت. اجتماعيا، سجلت النمسا ارتفاعا في معدلات الزواج وتراجعا تاريخيا في الطلاق، بينما استقطبت الخدمة المدنية نحو 15,000 شاب في 2025. أمنيا، أطلق مدير الاستخبارات السابق عمر حجاوي بريخنا شركته الاستشارية الخاصة. وفي فورآلبرغ أعدم قطيع ماشية بالكامل لمكافحة السل البقري. ومناخيا، سجلت بلدة ليبناو أدنى حرارة بالبلاد ب 28 درجة تحت الصفر. وأخيرا، حققت جامعة جراز ثورة علمية باستخدام الإسبريسو بدلا من المواد المشعة في الفحص المجهري. وبين العاجل والمهم نضع أمامكم الأهم والصورة الكاملة، وإلى اللقاء.